السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وهنا إن شاء الله. النهاردة كهرباء أو عندك بقى مضرب يدوي، أهم حاجة هتتبعي بقى الطريقة والخطوات بالظبط عشان الكيكة تنجح معاكي. وده بعد ما ضربنا البيض من دقيقتين لتلاتة لونه فتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أهم حاجة يتضرب كويس، ده عامل مهم جدا من نجاح الكيكة، ان البيض يتضرب كويس ولونه يفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحط الفانيليا، لو ما عندكيش بقى فانيلا باودر هنحط معلقة صغيرة فانيليا سايلة. هنضيف معلقة الخل، المعلقة الخل ديت بديل محسن الكيكة. وهنحط بقى معلقة كبيرة من برش برتقال. هيتضرب كله مع بعضه حوالي دقيقة كده لغاية
احنا مش عايزين نعمل كراميل، احنا عايزين السكر بس يدوب كده ويبدأ في الغليان. هنقلب باستمرار عشان ما يتهرش مننا ويتكرمل. احنا عايزينه بقى يوصل لمرحلة الغليان اللي انت هتشوفها دلوقتي. هو ثواني وهنضيف العصير. الصوص ده حلو قوي، بينفع في جميع انواع الكيكات او اي حلويات. حابه تضيفي اي صوص ان شاء الله هتجربي الطريقه بتاعتنا ديت وهتعجبك. الصوص طعمه حلو قوي وريحته جميله. كده خلاص هنضيف العصير، هنقلبه بقى كده كويس لغايه ما السكر يدوب معاه. انا في الوقت ده كنت خرجت الكيكه من الفرن عشان تبرد. لازم تبرد الاول او تكون دافيه عشان لما نيجي ننزل عليها بصوص البرتقال السخن ما يسيحش عليها بسرعه. كده دوبنا بقى معلقتين النشا في معلقتين عصير او في ميه، هننزل عليهم لغايه ما العصير يتقل معانا. بتقلبي كويس علشان ما يتكتلش بسرعه. انت بقى بتشوفي بقى العصير او تقيل او خفيف. انا كده خلاص العصير كده تقل، القوام ده كويس. انت لو حابه بقى تخفيه عن كده هتقللي النشا او تزودي العصير. انا كده خلاص هرفعه من على النار ونروح بقى نقلب الكيكه بتاعتنا. ان شاء الله شكلها جميل. هنقلبها بقى في الطبق ونشوف شكلها. طبعا شفتوا الشكل بتاعها في اول الفيديو، لسه هنقطعها بقى مع بعض ونشوف بقى شكلها من جوه عامل ازاي. جربوها بصراحه والله تحفه وجميله وطعمها حلو قوي. بنغير بقى في طعم الكيكه بتاعتنا، الصوص البرتقاني اللي عليها وكمان برش البرتقان والقصنص اللي احنا حطيناه في الخليط مخليها طعمها حلو قوي. انا وقت بقطعها قدامكم عشان نشوف بقى شكلها من جوه عامل ازاي. هتشوفوا بقى الارتفاع وهتشوفوا الهشاشة بتاعت الكيكة. ما شاء الله تحفة. شوفوا بقى ما شاء الله يعني المسام بتاعها والارتفاع بتاعها ولونها ابيض كده وشكلها جميل وطرية، وكانت ريحتها جميل جدا من الصوصات اللي احنا حطيناها عليها. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما شاء الله زي ما انتم شايفين طرية. هوريكم كمان من جوه. ما شاء الله شفتوا بقى الارتفاع وشفتوا بقى هشاشة الكيكة. يعني هي ما شاء الله قعدت عندي يومين، فضلت طريقة زي ما هي ما نشفتش. هتجربوها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات بتاعتنا هتنجح معاكم. انت بتقطعها بقى شرايح وتقدمي بقى تحط عليها صوص برتقال. انا قطعتها كده زي ما انتم شايفين وكان صوص البرتقال تقول شوية. مش عايزه اقول لكم بقى على طعمها بقى وطراوتها، وبصراحة جربوها. طريقتها حلوة قوي وسهلة زي ما انتم شايفين. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص وطريقة الكيكة بتاعتنا. لو كانت عجبتكم بقى وهتجربوها ان شاء الله وتقولنا رأيكم ايه. ما تنسوناش بقى من دعائكم، ما تنسوش بقى من اللايك والشير وتشتركوا في القناة. ولو كنت اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتتابعوني. اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.